ما هذا المكان الجميل؟ دي احنا دخلنا مكان تاني في التاريخ، بما اننا قاعدين ننتقل من الشارع وبعدين دخلنا 120 سنه، رجعنا 120 سنه. دي زمان كانت جزء من الورشه. دخلنا لقينا صوره حلوه قوي للزعيم مصطفى كامل. مصطفى كامل ذات نفسه كان هداها لجدي الاكبر في سنه 1908 شهرين قبل ما يموت. واخد بال حضرتك؟ لان في الفتره دي احنا كنا بنبيع ساعات، وفي الفترة دي الساعات كانت الساعة كان بيبقى ليها سلسلة ذهب، ساعة بالكتينة بالكتينة. واخد بال حضرتك؟ والزراير. فكان عندنا جزء رجالي مهم جدا. النهارده مش موجود الجزء الرجالي ده، لأن النهارده احنا بنعمل مجوهرات بس للسيدات فقط. فهو كان زبون الوالد. كان زبون، مش الوالد، الجد الأكبر. وشايف بقى نياشين هنا دي تخص الوالد؟ دي أوسمة. الوسام دول 5 أوسمة، 4 من إيطاليا و1 من بلجيكا. والأوسمة اليوم طبقات. فأنا هنا درجات، من الدرجة الأولى بيسموها طبقة. يعني وهم اليوم أسامي، أول واحدة فارس، تاني واحدة ضابط، تالت واحدة مبجل، رابع واحدة فارس أعظم. اللي هي اللي في ده تاني أعلى وسام إيطاليا، اللي هو في النص. تعالى كده نشوف نشاور عليهم كده. شوف الأوسمة الصغيرة بتتلبس حسيت، الأوسمة الكبيرة بتتلبس في الرقبة، الأوسمة العالية قوي بيبقوا 2، بيبقى في الرقبة وبتبقى هنا، فاهم ازاي؟ وده البلجيكي فوق ده علشان إيطاليا. أنا دخلت الذوق الإيطالي في مصر، اللي هو كنت بقول لحضرتك أنا هو طبعا أكتر ذوق مفضل النهارده. واخد بال حضرتك؟ إيطاليا بلد بتطلع موضة. الخلطة بقى بتاعت شخصي دي بقى اللي انا قاعد يعني انا كنت متوقع قبل ما نتقابل ان انا هلاقي يعني عربي مكسر كده شويه. لا فلقيت المصري يعني. فالخلطة دي جت اكيد طبعا عشان انت اتولدت هنا، لكن اكيد الجذور الطليانيه طالعينه برضو كان بيخلي اللكنه مختلفه يعني. لا شوف، انا زي محطة تلفزيون، تدوس على الزرار المصري أنا مصري 100%، تدوس على الزرار الطلياني بقلب إيطالي 100%. واخد بالك؟ ودي حاجة نادرة، لأن مع مر العصور يعني أساسا العيلة لما جت كانوا طلاينة، ابتدوا يكتسبوا شوية 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 الثقافة المصرية. لما توصل للنسبة بتاعتي دي اللي هي 50% و50% بالظبط، دي نادرة. يعني ابني دلوقتي هيطلع مصري أكتر، فاهم إزاي؟ ما هي دي حاجة هي حاجة طبيعية أكيد. بس عايز أقول لك حاجة، يعني أنا حاسس نفسي مصري، فاهم إزاي؟ أنا بحب مصر. اي نعم، انا احيانا الناس بتبص لي لما بتكلم عربي وبقول لهم يا جماعه انا غلطه من الطبيعه، انا شكلي كده بس انا مصري. واخد بالك؟ لا طبعا مصر دي في قلبي. اكيد. القاهره مشهوره، يعني مش حد يجي القاهره ويعيش في القاهره غير ما يروح القاهره القديمه، يروح القهاوي ويقعد ويختلط بالناس والفيشاوي ويقولوا النكته الحلوه وياكل طبق الفول اللذيذ. انا هقول لك حاجه، لما كنت صغير كنت بزعل ابويا، كان بيهددني ان يبعتني ايطاليا اكمل دراستي. فتخيل قد ايه انا كنت بحب مصر. كنت بتنزل معاه المكان هنا الشركه والمحل، ويعني في طفولتك وتعيش التفاصيل وانت صغير ولا كنت باجي هنا احيانا، احيانا. وجت فتره كنت باخد دروس هنا لما كنت في الثانويه العامه. فكان اسهل قوي بالنسبه للمدرس انه يجي وسط البلد مدني هيجي على القبه. فعشان كده يعني السؤال اللي سالته لي قبل كده على السيده ام كلثوم، انا يوميها كنت قاعد هنا باخد درس، عشان كده بحكي لك القصه دي. حاجه شفتها لما يوم ما جت هنا السيده ام كلثوم.